قابلته في أسوأ يوم في حياتها وكان أجمل حاجة حصلت. في يوم كان كله بايظ. ملك نزلت متأخر على شغلها، الأتوبيس فاتها، الموبايل كمان فصل شحن، ولما وصلت المكتب مديرها خصم ليها يوم كامل. خرجت منهارة جدا وقالت نفسها هو في ايه تاني، ناقص ايه تاني. وهي ماشية في الشارع المطر نزل فجأة والدنيا كلها اتحولت لحالة فوضى. حاولت تستخبى تحت عمارة بس لقيت شاب واقف تحت بيضحك. مسك شمسية وقال لها باين عليكي النهاردة يومك كان زي الجو، تعالي خدي معايا نص الشمسية. ضحكت رغما عنها وقالت له هو لسه في حد بيشارك الشمسية؟ ومن هنا بدأت الحكاية. اتكلموا هما ماشيين مع بعض، لقيت نفسها بتحكيله على كل حاجة حصلت وكأنها تعرفه من سنين. مثلا لما المطر وقف قال لها أنا اسمي هيثم وده يمكن أصعب مطر شفته في حياتي. ومن اليوم ده بقى كل ما المطر ينزل تفتكر أول لقاء وتفتكره هو. بدأوا يشوفوا بعض بالصدفة وبعدين مش بالصدفة، شاي على كورنيش، ماشي في شوارع فاضية. حبهم كان بسيط، مفهوش بهرجة ولا في كده، بس في راحة، وده كان أهم حاجة. بعد سنة كاملة نزل المطر تاني، ولما رفعت عينها لقيت واقف قدامها مسك نفس الشمسية وقال لها ينفع تبقي شريكتي بس في الشمسية العمر كله؟ نصيحة في النهاية، أوقات الحاجات الحلوة بتيجي وانتي في أسوأ حالتك. ما تقفليش على قلبك علشان يومك وحش، يمكن القدر بيخبيلك حد يغير حياتك حتى لو بشمسية.